توج المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة لكرة القدم داخل القاعة بلقب الدوري الدولي كاس رويال ريو الذي احتضنته إسبانيا. المنتخب المغربي للفوتسال حقق 3 انتصارات متتالية، حيث جاء الفوز الأول على حساب منتخب فرنسا ب8 أهداف مقابل 4، والفوز الثاني تحقق أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. وفي المباراة الثالثة والأخير تجاوز أشبال القاعة نظيره الأمريكي بحصة قوية 10 أهداف مقابل 2 في المباراة التي أقيمت يومه الأحد، ليؤكد المنتخب المغربي لأقل من 17 جدارته بالتتويج باللقب. وسجل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية كل من ريان اليعقوبي 4 أهداف، حمزة الأحمدي 2، إبراهيم هودان، خليل الخيراوي، أنوار عبدنبيت ورضا البحري. ومن خلال النتائج المسجلة في الدوري الدولي للفوتسال بإسبانيا أن المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أظهر بالمكشوف أن الفوتسال المغربي يتوفر على خزان مهم من اللاعبين الموهوبين القادرين على السيطرة في المستقبل على الفوتسال العالمي. ويعود الفضل في هذا التألق إلى العمل الجاد الذي يقوم به المشرف العام على الفوتسال المغربي الخبير الدولي هشام الدكيك، والدعم الكبير من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي آمنت من الوهلة الأولى بأن الفوتسال قادر على تقديم الألقاب للكرة المغربية والجمهور المغربي العاشق لكرة القدم.